أفلام الإثارة والغموض في السينما المصرية سنة 36 آسيا داغر. فيلم اسمه بنكنوت عرضته في السينما في مايو، وفيلم اسمه زوجة بالنيابة اتعرض في ديسمبر. الفيلمين تأليف وإخراج الكاتب والممثل والمخرج أحمد جلال، واشتغلت معاه معظم أفلامها، وكان في تنوع في كتاباته من حيث الأفكار والموضوع. قرر أحمد جلال وآسيا يدخلوا موسم سنة 36 بأفكار جديدة من خلال فيلمين اتعرضوا. كتب لها فيلم بنكنوت اللي كانت بتدور أحداثه حوالين جريمة غامضة من خلال موضوع أحداثه فيها تشوق وإثارة. فيلم بنكنوت أحداثه بتدور حوالين ست مستهترة اسمها سلمى بتدور على متعتها الشخصية، وكل يوم مع عشيق جوزها بيكتشف إنها بتخونه فبيطردها من البيت. بتعيش في الملاهي الليلية ضايعة لحد ما بتتعرف على نجيب اللي بيتجوزها وبيخلف منها، وبتقرر تبقى زوجة صالحة. فجأة الأحداث بتتغير، بيحصل جريمة قتل بتغير مجرى الأحداث. سلمى جوزها بيتقتل وبتتهم بقتله وبيتحكم عليها بالسجن. في النهاية بيظهر ان سبب البلاوي دي كلها راجل نصاب ومحتال اسمه شوكت، وعشيقته ليلى فتاة الليل اللي بيدبروا مكائد عشان يسرقوا، واللي بترشد عنهم سلمى البوليس لما بتتقرب لهم وبتعرف كل اسرارهم. الفيلم اتصور وتسجل الصوت في استوديو مصر. فيلم تصوير توليو كياريني مصور العصر الذهبي للسينما، مونتاج ماري كويني. الفيلم اتعرض في سينما الكوزموجراف الامريكاني في اسكندرية في 14 مايو 36، وفي سينما تريومف في القاهرة يوم 17 مايو. فيلم زوجة بالنيابة، الفيلم التاني لآسيا في نفس السنة، فيلم اسمه زوجة بالنيابة اللي اتصور جزء منه في لبنان وجزء في مصر. المشاهد الداخلي اتصورت في استوديو كاتساروس في القاهرة. قصة الفيلم بتدور حوالين ناهد الفتاة اللبنانية اللي بترفض تتجوز من الراجل اللي اختاره عمها ووالدتها، بتهرب لبيروت، بتتعرف على شاب مصري اسمه برهان، اهلها بيطردوها، بتهرب منهم وبتستخبى في باخرة رايحة مصر. الباخرة دي فيها سيدة مصرية اسمها أمينة هانم، فيها شبه من ناهد اللبنانية الهربانة. تاجر مجوهرات اسمه كوهين بيعرض على أمينة هانم مجوهرات. برهان اللي اتعرفت عليه ناهد بيراقب الجواهرجي، وأمينة بيدخل أوضتها وبيقتلها. اللي شاف الجريمة ناهد اللي كانت مستخبيه في الاوضه، وللشبه الكبير ناهد بتلبس لبس امينه هانم وبتضغط على برهان يسلم المجوهرات لكوهين، والا هتفضحه وتبلغ عنه ان هو اللي قتل امينه. برهان بيضطر يسمع كلامها، لكن في النهايه بيتفق مع ناهد انها تفضل واخده شخصيه امينه هانم، والا هيبلغ آلاب مكانها مقابل انها تعترف انها هي اللي قتلت امينه. لما نادي المزيفه بتوصل مصر بتقابل محسن باشا جوز امينه الحقيقيه اللي اتقتلت. بيتخدع فيها في البدايه، لكن بيكتشف انها مش امينة الحقيقية. بيحصل صراع ما بينه وما بين برهان، بتتصاب فيه الرقاصة عنايات عشيقة محسن باشا بمسدس برهان. الباشا بيقتل برهان بنفس المسدس وبيحطه في ايده عشان يبان ان برهان قتل عنايات وانتحر. محسن باشا بيعيش مع ناهد على انها امينة هانم مراته. في الفيلم ده ماري كويني اللي لعبت دور الرقاصة عنايات أبدعت بصوتها وأدائها لما غنت أغنية الجمهور دايما بينسبها للمطربة أسمهان، وهي أغنية يا حبيبي الحقني شوف اللي جرالي، اللي غناها الأول ماري كويني في الفيلم. في الأصل اللحن كوبي للموسيقي أنطونيو ماتشين من كوبا، لكن أسمهان نجاحها طغى واشتهرت بيها. فيلم زوجة بالنيابة اتعرض يوم 9 ديسمبر في سينما إزيز في اسكندرية، ويوم 10 ديسمبر في سينما كوزمو في القاهرة. فيلمين تقال دخلت بيهم آسيا داغر مع المبدع أحمد جلال، اللي شكلوا مع بعض أعظم ثنائي كملوا ماري كويني في صناعة السينما المصرية. تابعونا.